السلام عليكم البنات، كي راكم حباباتي؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كاع بخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه جيده. نتمنى هذا الفيديو تاعي يلقاكم في احسن صحه ويلقاكم في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. كيما راكم تشوفوا هنا حباباتي، جيت نشارك معكم وصفه تحكيكه بذوق الليمون اللي تجي بزاف شابه. وصفه رائعه، تجي سهله واقتصاديه، ويعني مكوناتها متواجدين في كل بيت. بما انه رانا في الوقت تاع اللي يعني نغتنموا الفرصه نديروا كيكات شابين نحتفظوا به. المهم حباباتينا، كيما راكم تشوفوا درت 2 حبات بيض، طبعا يكونوا بدرجه حراره المطبخ. وهنا ضفت لافاني، كيما راكم تشوفوا هنا انا ضفت لافاني هذيك تاع الساشي سكر، واللي عندها البودغ دير البودغ. وغادي نضيف عليها كاس تاع سكر. كيما راكم تشوفوا حبيباتي هنا درت كاس تاع سكر. قلت لكم هذه الكيكه تجي بزاف شابه، تجي بذوق الليمون، تجي رائحتها تجي تهبل. يعني كي ديروها طيب الدار تاعكم تولي كاع بالريحه تاع الليل. سيرتو كي ديروها نقولوا في الليل تقهووا بها الصباح، تجي فيها واحد البنه ولا اروع. المهم حبيباتي هنا كيما راكم تشوفوا طلعت البيض مع السكر مليح، يعني حتى تخصصت على هاد القهوه مرغاوي كيما راكم تشوفوا حبيباتي. وهنا كنت زدت كيس تاع زيت، هنا المقطع تاع اللي زدت فيه الزيت هنا تمحالي، زدت نفس الكاس يعني عبرت به الزيت. هنا غادي نضيف نفس العبار ثاني كحليب كيما شفتوا، يعني وحده زيت وحده سكر وحده حليب وزوج حبات بيض. هنا البنات عفوا، الا كان عندكم البيض صغير بزاف هذوك حبات لي يجيو صغار تقدروا ديروا 3، ولو كان عندكم كيما انا درت حبات كبار يعني ديروا زوج. وهنا عصرت حبه كبيره تاع ليم، هنا عطاتني حوالي 4 مغارف كبار يعني تاع عصير ليمون. غادي نخلطهم مليح مع هذا الخليط تاعي. هنا تقدروا ديروا حتى يعني حتى 5 مغارف، انا 4 مليح. وهنا درت مبشور تاع الليمون كيما راكم تشوفوا حباباتي. شوفوا هذه 4 مغارف تاع ليم تعطيكم ربع كاس تاع عصير، يعني ربع كاس تكتفوا به، يعطيكم ذوق تاع الليمون يعني يجي قاطع فيها. المهم حباباتي، وهنا غادي نضيف الفرينه كيما شفتوا. هنا اول حاجه نغربل الفرينه تاعي. دائما كي نبغوا نديرو كيكه نبغوها تكون طالعه نغربلو الفرينه تاعنا باش تجينا الوصفه تاعنا خفيفه وتجي شابه. المهم البنات هنا كيما راكم تشوفوا درت كاس تاع يعني نفس العبار اللي عبرت به كاع المواد السائله نعبر به الفرينه ثاني. وهنا زدت الكاس الثاني كيما راكم تشوفوا حباباتي، نغربلهم مليح ونضيفهم للخليط يعني باش نتفادى هذوك الزوائد نقلعهم. المهم حباباتي، وهنا غادي نضيف مغرف تاع خميره كيميائيه كيما راكم تشوفوا درت نواره. هنا ديروا غير مغرف صغيره تاع اكل هذيك اللي خلطوا بها السكر ونديروها معمره مليح كيما راكم تشوفوا. حتى الخميره كي نغربلوها يعني ما تقعد ما ديرناش هذوك الحبيبات في الكيكه تاعنا كيما راكم تشوفوا حبيباتي. وهنا تبغوا تخلطوا بالفوي تبغوا تخلطوا بالباتر، يعني كل وحده وتقدر يعني الفاينه تقدروا تدخلوها غير بالسباتيو ولا بالفوي. المهم حبيباتي كيما راكم تشوفوا هنا ندخل هذيك الفاينه مليح في الخليط السائل كيما راكم تشوفوا حبيباتي. انا نتحصلوا على قهوه ما يكونش يعني خفيف كاع بزاف وما يكونش ثاني ثقيل كيما راكم تشوفوا البنات. هنا خلطتهم مليح مع بعضهم كيما قلت لكم، يعني هنا رانا في الوقت تاع الليم راه رخيص ما راهش غالي، تقدروا تشروه تحتفظوا به يعني سيرتو رانا ان شاء الله مقبلين على شهر رمضان الكريم، دسوه قبل ما يطلع الثمن تاعه. وهنا كيما راكم تشوفوا جبت مول، وهنا حبيباتي درت لا بابي كويسون كيما راكم تشوفوا يعني درتها غير من جهه واحده ما درتهاش في كاع، ما غلفتش كاع المول هنا باش نتفادى ما يلصقش الكيك تاعي. واللي ما عندهاش بابي كويسون تدهن بالزبده وترش بالفرينه. طبعا هنا كي نكونوا دايرين وصفه يعني غادي نشربوها ندهنوا غير بالزيت. كي نكونوا دايرين كيك ولا اي مسكوتشه ولا جينواز نبغوا نديمو ليها نديروا الزبده والفرينه ولا البابي كويسون كيما راكم تشوفوا. هنا انا كنت حطيت الخليط تاعي في المول، وهنا كنت دايره الفور تاعي يحمى. غادي ندخله يطيب وندخل الكيك تاعي يطيب، نشعل عليه من التحت خليه حتى كي يطلع مليح ونشوفه تحمر كاع من الجوانب نطفيه ونشعل من فوق يعني حتى ينشف. يعني دائما نديروا هذيك التجربه، دخلوا خدمي ولا كيغدون ولا باش تعرفوا اذا راه ناشف حتى يكون ناشف عاده باش تشعلوا عليه من الفوق. كاين ناس مبتدئه يعني كاين بنات مازال هذا راهم يتعلموا كيفاش يديروا مسكوتشه كيف يديروا كيك. هذه هي البنات. وهنا باش دير لكم هذاك ديك لافورم تاع تجي محلول في الوسط ديروا سكين خدمي ديروه في الماء وفوتوا عليه. وهنا غادي ندير معكم داك الكلاصاج تاع الليمون. هنا كيما راكم تشوفوا حباباتي، هنا ثاني كنت عصرت حبه تاع ليم. قلت لكم كي تعصروا حبه مليح يعني كي تكون فيها
العصير تعطيكم ربع كيس تاع ليمون، حوالي 4 مغارف كبار معمرين مليح، وغادي نبدا نضيف عليها في السكر كلاصي كما راكم تشوفوا حباباتي بهذا الشكل، ونقعد نخلط فيه يعني حتى نتحصل على القوام اللي راني باغيته، يعني قوام ما يكونش ثقيل كاع ثقيل بزاف وما يكونش ثاني خفيف اللي ما يشدش روحها فوق الكيكه كما راكم تشوفوا حباباتي. قعدوا غير تزيدوا هنا كي ديروا دائما ديروا كلاصاج تاع سكر كلاص كيما هاك، قد ما تكون الكميه تاع ديفوا نديروها كيما نديروه بياض البيض، يعني ديري غير مغرف تاع بياض البيض ولكن تستهلك لك السكر كما راكم تشوفوا حباباتي. هنا كميه تاع العصير راها غير قليله بصح السكر بقيت غير نضيف يعني درت بالك 5 مغارف كبار يعني بومبي معمرين مليح باش تحصلت على هذا القوام كما راكم تشوفوا حباباتي. هنا ماشي ثقيل كاع ثقيل اللي ما نطيقش نحركه، وثاني ماشي خفيف اللي ما يشدش روحها فوق الكيكه. هنا غادي نخليها بجهه حتى نخرجها من الفرن ونزينه بها. المهم حباباتي كما راكم تشوفوا هنايا هذا هو الكيك تاعي بعد ما خرجته من الفور وديموليته كما راكم تشوفوا البنات. شوفوا هنا كيفاش جات طالعه، يعني جات بزاف شابه هذه الوصفه. تقدروا ديروها في مول دائري، تقدروا ديروها في المول هذاك اللي يجي محلول في الوسط، يعني هذه كيكه من ابسط ما يكون، سهله مهله يعني تحضروها في دقائق. المهم حباباتي كما راكم تشوفوا هنا اللي تبغي تغطي كاع الوجه تاع الكيكه تاعها بالكلاصاج. هنا انا فضلت اني ندير غير خطوط، يعني درت زيكزاك كما راكم تشوفوا هنا حباباتي. جيبوا لابوش وديروا خطوط بهذا الشكل، واللي ما دارتش هذا الكلاصاج كاع تدهنها بالكونفيتير ولا بعسل ترشها بحاجه. تقدروا ديروا لها شوكولا، يعني كل وحده وكيفها. انا من درتها بذوق الليمون يعني بغيت تجي الذوق تاعها كامل متكامل بالليم. المهم حباباتي كما راكم تشوفوا، لا عجبتكم الوصفه تاعي ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجوا الفيديو تاعي مع صحاباتكم وحباباتكم، واللي اول مره تشوف قناتي دير اشتراك وتفعل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. كما راكم تشوفوا هنا حباباتي كنت كاع غطيتها درت لها زيكزاك. هنا التزيين يبقى اختياري يختلف من مرة لأخرى، كل وحده وعندها طريقتها الخاصه. انا شاركتهم درت هذه الوصفه هذه درتها اول يوم نهار الحد، يعني كي بداو ولدي الاختبارات قلت كي يجي من القرايه يلقاها يشرب بها قهوه، يعني شويه كي يلقى الاهتمام يرتفع معنوياته. الله ينجح كاع وليدات المسلمين، ان شاء الله كاع تفرحوا بوليداتكم. كما راكم تشوفوا هنا البنات رشيتها غير مبشور تاع الليمون، يعني وانتم تقدروا تزينوها باي طريقه، ديروا دي طرونش ديروا حاجه واحده اخرى، يعني كل وحده وكيف. هذاك الحلوى تاع الحبيبات. كانت هذه هي الوصفه تاعي حباباتي، نتمنى تعجبكم. شوفوا هنا الكيكه تاعنا كيفاه تجي اسفنجيه، شوفوا اللون تاعها كيفاه يجي شباب ورائحتها ما نحكي لكمش. المهم حباباتي نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو اخر ان شاء الله. نخليكم مع الكيكه تشوفوها مليح. لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن